الموضوع المتعلق بالأمطار الأخيرة وعلاقتها بالمجال الفلاحي. كل يعني هذه التساقطات بشكل عام أنعشت الآمال ديال الفلاحين عموما، واستبشر بها المغاربة عموما خيرا. ويعني بالنظر للتأثير ديالها الإيجابي على مختلف السلاسل الفلاحية، خاصة في طليعتها الأشجار المثمرة، الزيتون، الحمضيات، النخيل إلى غيرها. وأيضا بأنها غادي تخفف يعني صعوبات ديال الري، وغتخفف المجهود ديال الري اللي كانوا كيتحملوه الفلاحة، وتخفف أيضا من الكلفة ديال الطاقة في الري. بالنسبة للزراعات الربيعية توجد الآن هي في حالة نمو مهمة جدا، وهذه الأمطار هذه سوف تساهم بشكل كبير في أنه هذه الزراعات أنها تعرف واحد النمو جيد. هذا دون من نتكلموا على المراعي، كيفاش أنها غادي تتحول، وكيفاش أنها هذه المراعي هذه سوف تساهم في تقليل من نفقات ديال الكسابة وديال خاصة المرتبطة بالأعلاف. فعموما الأمطار اللي عرفتها وتأثيرها على المجال الفلاحي هو تأثير جيد جدا، وطبعا هذا كيبقى دائما مع الإجراءات الحكومية اللي قامت بها الحكومة في مواكبة الفلاحة. وإلا بغينا نعملوا واحد القراءة في الأرقام وفي النتائج وفي التساقطات، فمنذ 22 فبراير من هذه السنة عرفت بلادنا تساقطات مطرية مهمة جدا. هذا نتيجة ظروف جوية ملائمة، وتجاوزت كمية الأمطار المسجلة يعني المعدل الطبيعي لنفس الفترة من 22 مارس إلى 19 من 22 فبراير إلى 19 مارس بنسبة 130%، حيث بلغت 43.5 ملم مقارنة ب 18.9 ملم، مما ساهم بلغت 43 مقارنة مع 18، مما ساهم بشكل كبير في تقليص العجز، بالإضافة إلى الرفع من الواردات ديال السدود اللي تحسنت بشكل كبير. فخلال الفترة من 1 شتنبر 2024 إلى غاية 19 مارس 2025 بلغ متوسط التساقطات المطرية 113.9 ملم بالمقارنة مع المعدل الطبيعي. إذن هذه التساقطات تمثل عجزا بنسبة 18.3% مقارنة بالمعدل السنوي العام الذي يبلغ 139.3، لكن فائضا بنسبة ديال 88.1% مقارنة مع التساقطات المطرية المسجلة في السنة الماضية واللي بلغت فقط 60 ملم. هذه الأمطار أيضا كانت مصحوبة بمجموعة من الثلوج في مناطق مهمة من المملكة، وقد نتج عن هذه التساقطات واردات مائية مهمة جدا بحقينة السدود تقدر بحوالي منذ فاتح فبراير بحوالي 1712 مليون متر مكعب. وبفضل هذه الواردات عرفت نسبة ملء السدود بالمملكة خلال الفترة تحسنا ملحوظا، حيث انتقلت من حوالي 27% إلى 36% إلى غاية 20 مارس 2025، أي ما يعادل 6.12 مليار متر مكعب. من جانب آخر خلال الفترة من 1 شتنبر 2024 إلى غاية 20 مارس 2025 قدر الحجم الإجمالي للواردات المائية نحو 2981 مليون متر مكعب. ملي كنعملوا قراءة لهذه الأرقام هذه كلها تنلقاو بأنها بالمقارنة مع المعدل العادي وأيضا مع معدل السنة الماضية، فإن هذه الواردات تمثل عجز يقدر ب 60.5% مقارنة مع المعدل السنوي للواردات، لكنه يمثل فائضا يقدر ب 57.5% مقارنة مع الواردات المسجلة خلال السنة الماضية. إذن هذه الأمطار مهمة، مني كنقارنوها مع السنة الماضية هي تشكل فائضا، لكن حينما نقارنها مع المعدل السنوي فتشكل عجزا. شكرا لكم.